السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله طيبين. اخباركم كيف عاملين؟ ان شاء الله تمام. طبعا الليلة طالعة اتسوق وعشان كده حاشتري حاجات. بعمل ليمو في الحليب حقه وبنجهز عشان طوالي طالعين. بس عشان لانه الفترة اللي فاتت دي الجو كان متغلب شديد ودايما بيكون في مطر وهوا وبرد وكده، لكن يعني مرات الجو بيكون كويس. بنحاول دايما في الفترة اللي بيكون فيها الجو كويس نطلع الحدايق او نطلع نتسوق، او لو في حاجة برا البيت اي نشاط او حاجة برا البيت نعملها في الايام اللي بيكون فيها المطر. يعني ما في مطر وما في هوا وكده، لكن الجو في جلاسكو معروف يعني انه دايما بيكون في مطر، امطار طوالي مستمرة. وانا لاحظت لي بعض الحاجات اللي نحن محتاجين ليها، فمنها حاجات كتيرة محتاجين ليها حليب للمياه، وفي بعض الحاجات المحتاجين لها. عشان كده ان شاء الله هاخدكم جولة معاي في السوق. طبعا كم مرة صورت لكم الآزدة. الآزدة ده محل هنا في بريطانيا. الآزدة تقريبا هناك في فرنسا ما عندهم، يعني عندهم ليدل والدي وهوم بارجين وعندهم كارفور، لكن آزدة ما عندهم. الله، الجو شكله حلو الليلة. قاعدين ببلد ثروات بعيد. طبعا أنا عندي أزمة بالنسبة للمفارش. أغلبية المفارش حقتي أصغر من حجم السرير. ده سوبر كينج قبل كده كان اشتريت كيس للدوفي معه أكياس مخدات، كان رهيب شديد باللون الكحلي. كان لقيت عاملين عليه تخفيض، فهم ذاته مسي مرات بيعملوا تخفيضات. طبعا هسي هنا في المفارش دي لون أبيض، يا هم قاشن سوبر كينج سايز، وكانوا ب29 باوند، عاملهم ب27. يعني خامتهم حلوة نفسي حق الهوتيل، يعني قال لك نقصوا 12 باوند. خامتهم حلوة زي حقات الهوتيل مقاسم سوبر كينج. أنا قلت بس بشتري تاني أكبر مقاس. طبعا دايرة أشتري للمياه الحليب حقها أكتوميل. هنا طبعا في لحد الآن لمياه عندها المشكلة بتاعت ترجيع، فشفت إنه مقاس واحد ممكن تستعمله لحد عمر 12 شهر، ومقاس 2 ممكن من 6 ل 12. هسي ده قال لحد من الولادة لحد 12 شهر. في بتاع الكوليك والكونستيبيشن، وده بتاع انتي ريفلكس. الريفلكس ده الترجيع. هسي اللي مي عندها عادة بقت بترجع كتير، عشان كده قلت احسن يجربوا لها.
طبعا يا جماعة شلت المفرش ده مع انه هو عبارة عن كيس للدوفيت واكياس مخدات، لكن حلو اللون الابيض يعني حلو شديد. لكن وروني لو بتعرفوا مكان بيبيع البيت شيت اللي هي الملايات بتاعت السرير، الاكياس بتاعت المرتبة، لانه محتاجة لهم شديد. اغلبية الاطقم بيكون فيها كيس للدوفيت واكياس للمخدات، لكن ما بيكون فيها ملاية للمرتبة ولا كيس للمرتبة. وطبعا محتاج لهم شديد، لانه الدوفيت مهما كان يعني حجمه لو صغير ولا كبير ما بيفرق كتير، لكن الكيس بتاع المرتبة مهم شديد يكون حجمه مظبوط. الحتة دي لا في علم بريطانيا كتير كده. ضمها بر طعامل. والعلم التاني ده علم شنو؟ العلم اللي فيه لونين بس ده بلو وايت. ما حاجة تانية. بس 41 كعب خلاص دلوقتي مرة قليل. ما بيفتح له، خليه ينتظر يمشي قدامه كيف. انتوا هو في ذاتكم في النهاية اضطر. لكن برضه ضايقه. شايف هنقول لك ماشي يجيب بيجي ماشي لف. خلاص لا لانه ثواني went off the speed limit. هاي البيوت عاملة كيف؟ لا حول. شوف بيوت مارسيليا كيف بيوت بريطانيا كلها. لكن انت ما استنتر يا هنو. لا لا ما عشان سنتر، بيوت بريطانيا كلها شبابيك بس. ما كلها كده لا. دي هنا بس، لكن كان مشيتي في برا جلاسكو ده ما السنتر، لكن برا جلاسكو كلها بيوت سمح كده بريطانيا، ما في مقارنة بينها وبين مصر. المدينة كلها بيوتها كده، تقول لي برا جلاسكو؟ لا برا جلاسكو عنه، انت تقول جو جلاسكو ده جو جلاسكو عنه. برا جلاسكو، تعال برا جلاسكو ده وين ده؟ شفت محل زمان كان شغال عايز احنا قاعدين نمشي لها قدام دي سوري هي خمسات سبعة جدا زرت. ما في دي اللي هنا بس، دي ما هي في السنتر هنا حول المدينة هنا. البلاتات دي اصلا اوزات ما في زول جلاسكو في ازيكم؟ كيف عاملين؟ ان شاء الله كويسين. اخباركم واحوالكم كيف؟ ان شاء الله تمام. طبعا الليله انشغلت مع النظافه والترتيب، وبرضه هسه حاليا تسوق يجينا من الهوم بارجنز. الهوم بارجنز اشتريت في حاجات يعني بعض المشتريات اشتريت دي، كنت اجرب للشعر. فهو عباره عن مشبك و زي هيد باند كده، او حاجه سيتان كده، يعني حاجه سيتان كده زي قبل ما ينوم يعملها كده. بجرب ان شاء الله بوريكم ده. ده برضو بيخلي الشعر يكون ملفلف تقريبا، ده المدون الهناي ده. وبرضو بيشيل الدمج، الشعر بيحصل له دمج. انا برضو اشتريت مع المشابك دي، لانه لي فترة من قدام عندي شعرات كده بيجي في وشي كده ما عارفة كيف، فقاعدين يضايقوني. برضو بحب الباندات بتاعت السيتانة زي دي، فكلها حاجات يعني انا قلت بس شنو حاجات خفيفة وخاصة. برضو زي الشبشب ده النوع ده، اي زول للامور ولقين لما يجوا طالعين من الحمام يجوا خاشين الحمام، فحاساهم يعني خفيفات كده وسهلات في اللبس والقلاع. وبس يعني شوية من الحاجات انا قلت شنو بس احسن اتسوق بنفسي عشان اشتري الحاجات اللي هي يعني بتكون خاصة كده، الحاجات الخاصة. فالزول محتاج يعني انت كأم محتاجة في الشهر ان شاء الله مرة تتسوقي تشتري حاجات يعني ليك انت، تتسوقي لنفسك، تشتري حاجات لشعرك لجسمك، حاجات زي دي. فعشان كده قلت احسن اشتريهم. طبعا من الصباح انشغلت وقلت بس سريع سريع عشان شنو اكسب الزمن. سريع هاخدتين هنا، بخاف الحاجات تروح، باخدتين هنا.